ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ العربيه اللي معانا النهارده شفناها اول مره في مصر في 1995، وجيل بعد جيل بعد جيل هيونداي اكسنت كانت محققه نجاح جامد جدا في السوق المصري، وناس كتير كانت بتفضلها عن العربيه اللي كانت اشهر ساعتها الدايولينوس. العربيه ساعتها طبعا كانت بتيجي كلها من كوريا، وطبعا كان بتحقق الخلطه المصريين كانوا بيحبوها ساعتها ان هي كانت بتقعد كتير في السوق. يعني اول جيل فيها فضل مكمل معانا من 95 لغايه 2007، لغايه لما شفنا الجيل الرابع من العربيه اللي نزل في الاسواق العالميه في 2010، وما تاخرش علينا قوي في السوق المصري، شفناه في 2012، ومن ساعتها تقريبا الزمن اتوقف بينا. لغايه دلوقتي بنشوف الجيل ده في السوق المصري لغايه موديلات 2025، مع ان العربيه نزل في منها جيلين بعد كده. في 2017 نزل جيل بره، وفي 2023 نزل جيل كمان، بس ده مش موضوعنا. النهارده هنتكلم معاكم على الاكسنت ار بي التجميع المحلي لموديلات 2025. هنتكلم في الفيديو ده عن مواصفات العربيه والفئات اللي بنشوفها في السوق المصري، وطبعا سعر كل فئه عشان نشوف هتناسبك ولا لا. كل ده واكتر بعد الفاصل. اكسنت ار بي 2025 بتيجي سيدان بس. ابعاد العربيه بسرعه: الطول 4 متر 37 سم، العرض متر و70 سم، ارتفاع الكلي متر 45 سم، طول قاعده العجلات 2 متر 57 سم. واهم حاجه طبعا خلوص الارض بتاع العربيه او ارتفاع العربيه على الارض عشان المطبات والحفر والحاجات الجميله بتاعتنا دي 14 سم و7 يعني تقريبا 14 سم ونص. شنطه العربيه 389 لتر، شنطه مش كبيره قوي برده مش صغيره قوي. العفشه بتاعت العربيه قدام ماكفيرسون وخلفي طبعا كابل تورشن بيم زي الفئه دي كلها. الاكسنت الار بي عالميا نزل بنوعين من المواتير، موتور 1400 وموتور 1600. الحمد لله التوكيل عندنا في مصر بيجيب الموتور ال 1600. الموتور ده 1600 4 سلندر 16 سباب، بيطلع 125 حصان عند 6300 ار بي ام، واقصى عزم دوران ليه واقصى عزم ليه 156 نيوتن متر عند 4200 ار بي ام. المنظومه الحلوه دي بقى متوصله بنقل حركه اوتوماتيك عادي خالص من 4 سرعات، مع ان العربيه بره بتيجي بفتيس 6 سرعات وفتيس كمان 7 سرعات دول كلاتش وفتيس سي في تي، بس التوكيل عندنا هنا عشان السعر وعشان خاطر برضو الاعتماديه جايب فتيس اوتوماتيك 4 سرعات عادي خالص. انظمه امان بتاعت العربيه خصوصا في اول فئتين تعتبر مفيش امان، يعتبر هتبدا تاخد امان معاك من الفئه الثالثه. اول فئه معانا بتيجي معانا بنظام معانا تشغيل المحرك اللي هو نظام الامبلايزر، طبعا يعني انت ما ينفعش تدور العربيه من غير المفتاح بتاعها، وحزام امان. وحزام الامان ده تقريبا حاطينه عشان المخالفات بس كده. والفئه دي بتيجي معانا بسعر 795000 واسمها جي ال. هتاخد في الفئه دي 4 ازاز كهرباء كتر خيرهم، ومسند يد امامي، والدركسيون بتاعك قابل انت تقعد تغير الوضع بتاعه، وممكن تعدل كرسي السواق بتاعك في 6 اتجاهات، والكراسي نفسها جلد، والحاجات الستاندر زي التكييف ومخرج كهرباء 12 فولت، يعني الحاجات الستاندر اللي بنشوفها في اي عربيه دلوقتي. والجنط معاك في العربيه دي هيبقى جنط عادي مش جنط سبور، مقاس 14 بوصه. وكتر خيرهم المرايات العربيه تبقى الظبط بتاعها كهرباء، وفيها كمان سبورت جريل او الشبكه اللي قدامها تبقى سبور، ودي حاجه تعتبر كماليات يعني. وانا ما اعرفش ايه الشبكه اللي قدام السبور دي بصراحه، يعني هي القصه كلها ان الشبكه دي شكلها ثابت في الاربع موديلات، هو مديلك من اول موديل مسميها لك شبكه سبور، ما علينا. في الفئه دي برضه هتاخد معاك زجاج فيمي خلفي، وطبعا هتتحكم في العربيه بالريموت كنترول. نظام الترفيه بتاعك بقى هتاخد راديو عشان تقعد تسمع عليه كده حاجات وانت ماشي، في اف ام وام بي 3، او هتاخد مالتي فانكشن معاك في الطاره، والراديو ده هيبقى فيه بلوتوث ومدخل اي يو اكس ويو اس بي، والنظام ده كله متوصل معاك باربع سماعات. معاك 30000 جنيه زياده مستغني عنها، هتدفع 825000 وهتخش في الفئه الاعلى اللي هي فئه الاس ار. انظمه الامان بتاعتك هتفضل هي، ما تفتكرش ان هيحطوا لك حتى ايرباج واحد، لا انت الفرق اللي هتاخد هنا سان جلاس هولدر ان هو حافظ نظاره شمسيه، ودي تقريبا طبعا ملهاش لازمه. وطبعا اهم حاجه فتحه السقف اللي الناس كلها بتحبها. والراديو بتاعك هيتبدل بشاشه 7 بوصه تعمل باللمس، يعني 30000 جنيه دول هتاخد بيهم فتحه سقف وشاشه تاتش. انت راجل طبعا حاطط في دماغك ان الامان ده مش رفاهيه، ونوعا ما بتحب تعمل اللي عليك وبتخاف على حياتك، هتحط 45000 ويبقى تمن العربيه دي معاك 870000 جنيه عشان تبدا بقى تشوف امان في العربيه اصلا. في الفئه دي هيرجعوا لك تاني الراديو العادي. في الفئه دي هتاخد معاك 2 ايرباج، والحمد لله هتشوف هنا نظام الاي بي اس او الانتي لوك بريكنج سيستم، هو نظام منع اغلاق الفرامل. والفرامل الخلفيه معاك في الفئه دي هتبقى ديسكات، بس انت بما انك راجل بتحب تحافظ على نفسك، فتقريبا التوكيل هنا حب يعاقبك شويه، فعمل ايه بقى؟ شال منك الشاشه ال7 بوصه اللي بتعمل باللمس ورجعك تاني للشاشه العاديه، وراح شايل منك كمان فتحه السقف، وحرمك من اهم حاجه في الفئه دي اللي هو السان جلاس هولدر او حافظه النظارات الشمسيه. الفئه اللي بعد منها التوكيل محبش يزعلك، دفعك 20000 جنيه بس زياده عشان يبقى اجمالي ثمن العربيه 890000 جنيه. انظمه الامان هتفضل زي ما هي معاك، بس التوكيل هنا قرر يرجع لك الشاشه التاني ل7 بوصه اللي بتعمل باللمس. والاول مره هنا بقى تبدا تشوف الجنط 16، هيديك هنا جنط سبور مقاس 16 بدل الجنط الحديد ال 14 اللي بينزل في الثلاث فئات اللي فاتت. يعني فرق الفئه دي عن الفئه اللي فاتت الجنط والشاشه. طبعا التوكيل ماشي بمبدا اللي بيدفع 890000 يدفع 925000، هيزود عليك هنا 35000 جنيه، بس هتخش في فئه الهاي لاين بقى المفروض هتاخد كل حاجه. الدركسيون بتاعك في الفئه دي هيبقى جلد،
وعشان عارف ان انت بقى دخلت في الهاي لاين، وهيرجع لك تاني الانسايد سان جلاس هولدر اللي جوه العربيه تاني، ومقابض العربيه عندك هنا هتبقى بالنيكل كروم، وهتاخد كروم باك خفيف كده على العربيه، وهترجع تشوف تاني فتحه السقف اللي اتحرمت منها في الفئات اللي فاتت عشان انت راجل بتدور على الامان. واهم اضافه في الفئه دي مثبت السرعه. وطبعا كل العربيات دي كلها بتيجي من شركه اوتبور، بتيجي بضمان 3 سنين او 100,000 كيلومتر. في رأيي الشخصي الاكسنت محتاج سعرها يتظبط شويه. دلوقتي احنا بنشوف منافسه شرسه بين فئات كتير. هو بيعتمد على الاعتماديه، ويعتمد ان عربيه بسيطه قطع غيارها بسيطه وموجوده من زمان، وقطع غيارها موجوده بره التوكيل. بس انا ما ينفعش انزل عربيه اول فئتين من غير امان اصلا، وبسعر يعتبر مش قليل. انا دافع لغايه 825,000 جنيه وما شفتش امان في العربيه ولا حتى ايرباج واحد. وعشان ابدا اشوف امان في العربيه ادفع 870,000 جنيه. طب اللي خليني ادفع 870,000 جنيه ما انا اروح اشوف عربيه زي الجيلي امجراند مثلا. فالتوكيل هنا بيتك شويه على موضوع الاعتماديه ده. حتى فتره ضمان العربيه 3 سنين او 100,000 كيلو تعتبر فتره قليله. دلوقتي احنا بنشوف عربيات ضمانها وصل ل 200,000 كيلو و6 سنين. احسن فئه في العربيه من وجهه نظري فئه الهاي لاين بتاعت العربيه اللي ب 925,000. هتاخد نظام امان مقبول، فتحه سقف، مثبت سرعه، جنود 16، فدي تعتبر باكج كويسه مش وحشه، مع الاعتراض ان سعرها غالي شويه، وان العربيه دي تعتبر جيل رابع من فئه الهيونداي اكسنت اللي نزلت من 2010 في الاسواق العالميه، ونزل لغايه دلوقتي جيلين كمان فوقيها. متوقع في اي وقت ان يتوقف انتاج العربيه بسبب نفاذ الخامات. بس ده كان كل حاجه النهارده. شاركونا برايكم، ايه رايكم في العربيه؟ متنساش تكتبوا لنا لو في عربيه معينه عايز تعرف معلومات كامله عنها، ولف لفه في القناه اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت. اشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.